حب ولا سيطرة؟ في خيط رفيع جدا بين الحب الحقيقي والسيطرة اللي بتلبس وش الحب. أوقات بنسمع كلام زي إحنا عايزين مصلحتك، إحنا تعبنا عشانك، إنت لازم تمشي في الطريق اللي إحنا رسمناه. بس بين الكلام ده بنحس إننا مش بنعيش حياتنا، بنعيش حياة حد تاني. أنا نانا جمال، ودي حلقة جديدة من نقطة تحول، وموضوعنا النهاردة ضغط الأهل، حب ولا سيطرة؟ عايزة أسمع منكم، هل واجهتوا ضغط من أهلكم في قرار مصيري قبل كده؟ عملتوا إيه؟ هل في لحظة كانت نقطة تحول بالنسبة لكم؟ يلا بعتولي بسرعة على انستجرام mind1515 أو فيسبوك بالعربي ربع ساعة عقل مع نانا جمال. الضغط الأسري مش لازم يكون صراخ أو أوامر، أحيانا بيكون في صورة ابتزاز عاطفي. أنا تعبت عليك، أنا عارف مصلحتك أكتر منك، هتضيع مستقبلك بإيدك، اسمع. ساعتها بنختار، يا ترى أسمع كلامهم واسكت، ولا أتكلم وخاف أجرحهم، ولا أعمل اللي عايزه وأبقى الابن العاق. ضغط الأهل مش دايما بيكون بالصوت العالي أو بالكلام المباشر، أوقات بيكون في نظراتهم، في سكوتهم، أو حتى في المقارنات. بص ابن عمك عمل إيه؟ أنت مش قد المسؤولية، أنا شايف لك الصح، أنت مش شايف هتضيع مستقبلك. كل ده بيخلينا نحس إننا مش كفاية، إننا بنغلط لمجرد إننا مش بنختار اللي هم عايزينه. بس هو ده حب ولا هي محاولة للسيطرة باسم الحب؟ فقرتنا التانية حدوتة من الواقع. زي ما أي طالب مجتهد نجح في الثانوي العام بتقدير كويس ومستني حتفة التنسيق، تنسيقي جابني لكلية لغة كويسة في إقليم ما، حمدت ربنا. نيجي بقى لدور الأهل. بابا حبيبي الله يرحمه يقول لي لا 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 لا، ده مش هينفع خالص، لازم جامعتك تبقى جنبي. وللأسف من انتظام لانتساب لكلية مش بحبها، بس ربنا كتب لي الخير، حققت نجاح كبير وكملت الدبلومة في نفس الجامعة. كنت متضايقة في الأول، ولحد دلوقتي بسأل، مش يمكن كان أحلى كلية باختياري من كلية مش باختياري؟ ضغط الأهل كمان في اختيار المهنة. في حد من متابعيني بعتلي بيقولي أنا كنت دايما حابب الفن والرسم، كان حلمي أدخل كلية فنون جميلة وأبقى مصمم جرافيك كبير، بس بابا وماما شايفين إن الفن مش بيأكل عيش. دخلت كلية تجارة بناء على رغبتهم واتخرجت واتعينت في بنك. كل يوم برجع البيت وأنا حاسس إن في جزء مني ضايع، وبرغم إني ناجح في شغلي بس الفن لسه جوايا بينادي عليا. كمان في ضغط خفي تحت مسمى الخوف عليك. أنا بنت وحيدة وأهلي كانوا دايما بيخافوا عليا زيادة. كنت بحب أسافر وشارك في نشاطات تطوعية برا بلدي، كل مرة أقول لهم ألاقي رفض قاطع، إحنا خايفين عليكي، الدنيا مليانة مخاطر، في وقت قدامك للسفر بعدين أو لما تتجوزي، اعملي كل اللي انتي عايزاه. السنين عدت وفاتت وفوتت عليا فرص كتير. لما يكون الضغط نابع من سمعة العيلة، من متابعيني برضو بيقولي بابا وماما كانوا دايما بيهتموا بصورة العيلة قدام الناس. لما قررت أكمل دراستي في مجال مش مشهور وافتح مشروع صغير، كانت الجملة دايما احنا هنقول ايه للناس؟ الموضوع مش في مستواك، احنا عايزينك في مجال محترم ومعروف. وللأسف لحد النهاردة أنا بشتغل في مجال مش بتاعي، كل هدفي أرضيهم بس ناسي نفسي. وكالعادة أنا دايما بشارك معاكم رأي خبراء نفسيين. لما سألت كذا خبير علاقات أسرية استخلصت منهم إن الأهل مش دايما بيقصدوا الأذى، هم بيخافوا على أولادهم وعايزين يضمنوا ليهم مستقبل. ساعات بيخلطوا بين الرعاية والسيطرة، ده بيودي لفجوة نفسية كبيرة بين الأهل والأبناء، بتسبب صراعات داخلية عند الشاب أو البنت، وممكن تأثر على صحتهم النفسية وقراراتهم المستقبلية. تعالوا أقول لكم نقطة مهمة، الضغط من الأهل مش دليل كره، لكنه كمان مش دايما حب صحي. الحب الحقيقي بيحتوي ما بيخنقش، بيدعم مش بيفرض، بيسمعك مش بيلغيك. فقرتنا التالتة، وزي ما متعودين، يا ترى أعمل إيه وحل المشكلة دي إزاي؟ أنا مش بقول إن أهلنا أعداء، بالعكس
هم أكتر ناس بتحبنا، بس أوقات الحب لو لبس قناع السيطرة بيخنق بدل ما يحمي. إحنا كأبناء محتاجين نفهم إمتى نسمع وإمتى نختار، وإزاي نكون صرحاء بدون صدام. كلمة أنا محتاج أجرب مش رفض، كلمة أنا شايف طريقي مش تمرد. طب نرجع للسؤال اللي كلنا بنسأله، أنا دلوقتي حاسس بضغوط من أهلي، أعمل إيه؟ 1. افهم نفسك الأول. قبل ما تشرح لحد لازم تكون أنت فاهم. اسأل نفسك أنا عايز إيه وليه. الكتابة بتساعد كتير، خد ورقة واكتب اللي بتحسه بصراحة. زي ما تفهم نفسك افهم نيتهم، هم خايفين، مضغوطين، بيفكروا بشكل تقليدي. الفهم مش معناه الموافقة، لكن بيساعدك ترد بهدوء بدل الغضب. دي كانت النقطة التانية. النقطة التالتة، اختار الوقت الصح للكلام. ما تتكلمش وقت الغضب أو التوتر، استنى وقت ما يكون فيه هدوء وابدأ الكلام بهدوء واحترام. أنا محتاجة أتكلم معاكم عن حاجة حاسس إنها مهمة بالنسبة لي. رقم 4، اربط كلامك بمشاعرك مش باتهامات. بدل ما تقول انتوا بتتحكموا فيا، قول أنا حاسس إني مش قادر أختار لوحدي وده مضايقني. رقم 5، اقترح حل وسط. أنا ممكن أجرب اللي بتقولوه، بس كمان نفسي أجرب حلمي، تعالوا ندي فرصة لبعض. رقم 6، لو الضغط مستمر ومؤذي اطلب دعم خارجي. اطلب دعم صديق ناجح، قريب فاهم، أو حتى معالج نفسي، مفيش عيب. أوقات بنحتاج حد يقف جنبنا ويفهمنا ويوصل الصورة بهدوء. وخلي بالك التغيير بياخد وقت والمقاومة واردة، بس لما تبقى واضح مع نفسك بتعرف تمشي بثبات حتى لو الطريق فيه تحديات. في ختام حلقتنا أحب أقول لكم إن في كل لحظة بتحاول تلاقي فيها صوتك وسط الزحمة، صدقني أنت بتكبر وبتتعلم وبتخلق لنفسك نقطة تحول. ما تنسوش تشاركوا الحلقة لو حسيتوا إنها لمستكم أو تنفع حد غيركم، واستنوني الحلقة الجاية عشان نحكي عن موضوع بنحس بيه كلنا، الزهق والملل وقت الامتحانات. يا ترى نعمل إيه فيه؟ كنت معاكم نانا جمال في نقطة تحول، وافتكر صوتك يستاهل يتسمع. سلام مؤقت.